يلا يا صبايا نعمل احلى شاورمة فراخ مع بعض. في بولة ونزلت باربع معالق زبادي كبار وعليهم توم باودر، بصل باودر، بابريكا وتوابل فراخ واربع فصوص توم مهروسين، وقلبتهم كويس جدا. ونزلت عليهم كمان بعصير بصلة كبيرة ومعلقتين خل، وقلبتهم. نزلت عليهم بالفراخ بتاعتي وقلبت الفراخ كويس جدا، ودخلتهم التلاجة ساعتين. يلا بينا بقى نعمل الرز. نزلت ببصلة كبيرة متقطعة عليها معلقة سمنة ومعلقة زيت كبار، وكمان نزلت بمعلقة كركم بيبقى بيدي ريحة حلوة قوي وانا مشوحاه مع البصل. ونزلت بالرز بتاعي وقلبتهم كويس جدا، ونزلت بالشوربة وسبتهم يتشربوا. يلا بينا بقى نعمل الطومية. نزلت بكوبايتين مية في حلة، ونزلت عليهم باربع معالق نشا وقلبتهم على البارد، وشغلت عليهم البوتاجاز وفضلت اقلب فيهم لحد لما شكلهم بقى كريمي كده. نزلت كمان في الخلاط باربع فصوص توم عليهم معلقتين زبادي كبار وعليهم الخليط لما برد، ونزلت عليهم بمعلقتين زيت كبار، وكمان نزلت عليهم بمعلقتين مايونيز كبار والملح، وضربت الكلام ده في الخلاط. شوفوا شكلها كريم ازاي. يلا بقى نعمل الفراخ. نزلت بحتتين ليا صغيرين متقطعين وفضلت اشوح فيهم. نزلت بالفراخ لما الفراخ قربت تستوي، نزلت بالبصل ونزلت بالبقدونس وقفلت البوتاجاز، ونزلت بالطماطم. ده عيش محمص. نزلت في البايركس بتاعي ونزلت عليه بطاطس متقطعة كيوبس، وبعدين الرز، وبعدين الفراخ، وبعدين الطومية، وبعدين زينتهم بالعيش والخيار والبقدونس. وده شكلها، وصحتين وعافية على قلوبكم.